بيبدأ الفيلم ببنت مربوطة ومتعذبة. بعدها بيجيلها السفاح اللي رابطها علشان يقتلها، وفي اللحظة دي بيكون موجود شخص بيراقبهم. بعدها بنقابل إليزا اللي بتكون تعبانة وبترجع، فأمها بتتصل بيها علشان تطمن عليها، وبتقول لها تاكل كويس وتخلي بالها من صحتها علشان هتعمل عملية بكرة. وبما إن هي هتعمل عملية فراحت علشان تزور أهلها، وركبت الباص علشان تروح لهم. فكان معاها مجموعة من الناس هي ما تعرفهمش. فهم ماشيين شافت لوحة الأسرة وكانت عيونهم وبقهم متشخبط عليها، فهي كانت مستغربة شكل اللوحة. بعدها قروا حادثة في الجرنان عن بنت وأمها اختفوا وما يعرفوش عنهم حاجة. فقال لهم إن المنطقة دي غريبة وخطرة وفيها مافيا وممكن يكونوا خطفوهم. فهم ماشيين بيرغوا لقيوا غزالة ميتة على الطريق، فجم يبعدوا عنها فعملوا حادثة واتعوروا، ومارك رجليه اتكسرت. ولما جم يكلموا الطوارئ ما كانش في شبكة في المنطقة. ولما نزلوا من العربية لقيوا نفسهم ان هم في وسط الغابة ومفيش طريق يمشوا فيه. بس لقيوا بيت جنبهم فراحوا يطلبوا منه المساعدة، بس ما لقيوش حد في البيت ولقيوا ان البيت مقفول. بس الغريب ان حوالين البيت كان في ميكروفونات كتير، فهم ما كانوش عارفين ايه الميكروفونات دي كلها. فبعدها مشيوا ورجعوا العربية تاني وحاولوا ان هم يمشوا، بس العربية باظت وما كانتش راضية تشتغل. فهم قالوا خلاص احنا ممكن نقف على الطريق واي عربية معدية نركب معاها. بس الغريبة ان حتى الشجرة اللي جنب الطريق اللي هم دخلوا فيها ما كانتش موجودة، ولا هم حتى كانوا شايفين ان في طريق عربيات. فهم ما كانوش عارفين هم فين. وده اللي خلى ريكاردو فابريزو يروح يدوروا على اي طريق او اي حد ينقذهم. فلقيوا في الغابة حاجات متعلقة وكأنها جثث. فهم خافوا واستغربوا ايه الحاجات دي ومتعلقة هنا ليه. وفي نفس الوقت ده إليزا شافت البيت اتفتح فراحت علشان تشوفه. ولما دخلت ما لقيتش حد برضه، بس لقيت ان في راس غزالة متعلقة زي اللي كانت ميتة. والبيت كان شكله غريب وهي كانت مستغربة. والشباب كانوا لسه في الغابة ومش فاهمين هو ايه ده. ريكاردو قال له ممكن مثلا يكون طقوس ليها علاقة بالشيطان. وبعدها فابري قال له احنا لازم نمشي بسرعة عشان الرؤوس اللي متقطعة دي لسه متقطعة حالا، واحنا لو فضلنا هنا هيكون احنا اللي رؤوسنا هتتقطع المرة الجاية. فلازم نهرب بسرعة قبل ما يقتلونا. وإليزا لسه في البيت ولقيت إن كل التماثيل واللوحات عبارة عن بشر راسهم راس غزال. فهي كانت مستغربة. فوهي قاعدة بتفكر فجأة باب أوضة اتقفل لوحده. فهي راحت علشان تشوف الأوضة دي اتقفلت ليه وفيها حد ولا لأ. ولما دخلت الأوضة لقيت إن فيها لوحات مرعبة لثلاث أشباح، ومكتوب وصفهم بطريقة عجيبة. مكتوب إن الأول ملوش عيون بس هيشوفك بالليل وهيأذيك، والتاني مش بيسمع بس هيحس بوجودك، والتالت مش بيتكلم بس لو انت اتكلمت هيعرفك. وبعدها اتحكى لهم الأسطورة، وعرفوا إن زمان جم تلاتة المدينة في الوقت اللي كانت فيه مجاعة والناس كانت بتموت من الجوع. ولما الناس طلبوا مساعدتهم قالوا احنا موافقين نساعدكم بس عندنا شرط، لازم تقدموا قربان لينا، والقربان ده لازم يكون إنسان. فالناس ما اعترضوش ووافقوا على كلامهم وقدموا له القربان وعملوا الطقوس. فقطعوا اللسان والودان والعيون، وقدروا ان هم يقضوا على المجاعة بس بطقوس شيطانية. فوهما بيسمعوا الأسطورة كان في منهم خايف وفي منهم اللي مش مصدق، بس نفضوا الموضوع وقرروا ان هم يرجعوا العربية تاني علشان يناموا ويصحوا تاني يوم يدوروا على اي وسيلة يرجعوا بيها. وفابري نزل يتمشى شوية في الغابة فطلع له الشبح وهو لوحده، فخافوا ورجع لهم تاني. وهم لسه قاعدين في العربية في صوت بنت صغيرة كان بيصوت وكان جاي من البيت. فصوفيا وإليزا نزلوا يشوفوها. بعدها الولاد حصلوهم، ولما دخلوا البيت لقيوا ان في بنت صغيرة اسمها كيارا وكانت محبوسة في البيت وقطع لها لسانها. فهم بيحاولوا ينقذوها لقيوا ان الإضاءة الحمراء نورت
وصوت صفارة كبيرة طلع من المكان، فاستخبوا وكانوا بيبصوا عليهم. لقيوا ان في مجموعة رايحة للعربية. بعدها خدت مارك ورجعوا تاني على البيت وربطوه. وصوفيا حبيبته لما شافت كده كانت رايحة علشان تنقذه، بس ريكاردو مسكها بسرعة ومنعها علشان لو راحت يبقى كلهم هيموتوا. وبعدها بدأت حفلة التعذيب على مارك، وبعد ما عذبوه خلصوا مشوا. وهما كمان قرروا ان هما يهربوا وميرجعوش العربية، فخدوا البنت وهربوا لحد ما وصلوا المكان فيه عربيات كتير، وواضح ان هي عربيات الناس اللي جم قبلهم. فسألت البنت الصغيرة: تعرفي طريق الخروج من الغابة؟ فالبنت كتبت لها وقالت لها ان دي اصلا مش غابة. وإليزا ما فهمتش يعني ايه مش غابة، وقبل ما تفهم قصدها ريكاردو قال لهم ان هما لازم يمشوا من هنا. وفضلوا ماشيين ولقيوا نفسهم ان هما يرجعوا للبيت تاني، بس المرة دي العربية اختفت من المكان. فهم ما كانوش لاقيين مكان تاني يستخبوا فيه، فقرروا ان هم يدخلوا يستخبوا في البيت. فراحوا قعدوا وبدأوا يحسوا ان اللي بيحصل لهم ده عقاب لأفعالهم، وعقاب على الحاجات السيئة اللي عملوها. فابري قال لهم ان الموضوع هيعدي ومفيش حاجة ويروقوا كده، وجاب لهم مشروب علشان يشربوا. بعدها ناموا وصحيوا على صوت الصفارة والإضاءة الحمراء. وإليزا لما صحيت لقيتهم إن هما عاملين طقوس شيطاني، وواخدين البنت الصغيرة وصوفيا وريكاردو، وكانوا بيعملوا عليهم الطقوس. فهي اتصدمت، وقبل ما تصرخ جالها فابري ودخلها جوه بسرعة. بعدها قفل على نفسهم وكانوا شايفين الطقوس وهي بتتعمل، فشالوا عيونهم وقطعوا لسانهم وكملوا باقي الطقوس عليهم. وبعد ما خلصوا الطقوس ذبحوهم، وبكده يبقوا قدموهم قربان للشيطان. بس هي استغربت وسألت فابري: ازاي كلهم كانوا نايمين معانا في نفس المكان وجنبنا، وخدوهم هما وما خدوناش احنا؟ وليه لما شربنا امبارح انت ما شربتش معانا؟ فهو قال لها ان هي فاهمة غلط، بس هي كانت شاكة فيه ومش مطمنة له. واتفاجئت ان هو لابس سماعة، وكان مفهمهم ان هي دي سماعة علشان هو اطرش مش بيسمع. بس لقيت ان في ناس بيتكلموا في السماعة، وكانوا بيطلبوا منه ان هو ياخدها وينزلوها تحت عند مكان الغزالة. فهي عرفت ان هو اللي عمل فيهم ده كله، وان اكيد هو اللي جابهم للمكان ده. وبكده هو خلاص مش هيقدر يكذب عليها، علشان كده طلب منهم ان هم ياخدوها علشان يبدأوا عليها حفلة التعذيب. وبعدها فاقت ولقيت نفسها ان هي قاعدة على ترابيزة مع ناس بتاكل، وداقين في ايديها مسامير، وكانوا بيبصلها بطريقة غريبة. بعدها لقيت ان عربية الشرطة جت في المكان، فهي اطمنت وحست ان هي خلاص هتقدر تطلع. وكانت بتنادي عليه وبتطلب منه ان هو يساعدها، بس هو عمل نفسه ولا شايفها ولا سامعها. بعدها رجعوها البيت تاني، وقعدوها قدام شاشة كاميرا مراقبة. وجالها فابري وقال لها: انا هقولك على الحياة كلها. قال لها ان احنا بنعمل افلام رعب بس واقعية، يعني كل حاجة بتحصل فيها حقيقي. وهما اتقدموا قربان للشيطان، واللي عايش لسه هيتقدم. وبعد ما مشي قررت ان هي ما تستناش الموت وتنقذ نفسها، فشالت ايديها من المسامير وخرجت تدور على كيارا. فدخلت مكان فيه ادوات التصوير اللي كانوا بيستخدموها، ولما فابري رجع لقاها ان هي هربت، فخرج بسرعة علشان يدور عليها. وفي الوقت ده إليزا شافته وكانت مستخبية منه، فلقيته ان هو بيتكلم مع كيارا. وعرفت ان البنت بتتكلم ومش لسانها مقطوع، وعرفت ان ده كله كان اتفاق بينهم علشان يجروهم لجوه الغابة. فقررت ان هي تنتقم منهم. واول ما كيارا فتحت الباب علشان تخرج هي قتلتها بسرعة. وبعدها جه دور فابري اللي خد طلقة في رجله، وبعدها صورته زي ما هو بيعمل معاهم، وقررت ان هي تقتله زي ما قتل الباقي. وبعدها شافت ولد صغير، فحست ان ده هو اللي هينقذها من المكان، فراحت وراه لحد ما طلعت للمدينة، وعرفت ان هي كده بقت في امان. والناس لما شافوها كانوا مستغربين شكلها وكانوا بيصوروها، فهي ما اهتمتش ليهم وكملت طريقها.
وقدرت ان هي تهرب منهم بسلام. وبس كده يكون خلص ملخص فيلمنا.